أيها الموحدون عباد الله، إنه القرآن الكريم، إنه كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كنت تعاني الهموم، إذا كنت تعاني الأحزان، إذا كنت تعاني الأوجاع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن نور، القرآن نجاة، القرآن ضياء، القرآن طريقك إلى جنة الرحمن سبحانه جل وعلا. انظروا أيها الأحبة، كم غير القرآن من حياة أناس، كم بدل القرآن من حياة أناس، وكم غير آيات الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين عاشوا مع القرآن، الذين تدبروا القرآن، الذين عاشوا مع كلام الله تبارك وتعالى. فاعلم يقينا عبد الله، اعلم يقينا أيها الحبيب الغالي، فوالله ثم والله ليس المحروم من حرم الولد فصار عقيما، وليس المحروم من حرم الجاه فصار ذليلا، وليس المحروم من حرم المال فصار فقيرا، ولكن المحروم، ولكن المسكين من سمع آيات الله ولم يتأمل، من سمع آيات الله ولم يخشع، من سمع آيات الله تبارك وتعالى ولم يتدبر. كم من آية غيرت حياة أناس عبد الله. انظروا أيها الأحبة في الله إلى هذا الرجل، يقول منصور بن عمار: دخلت الكوفة ذات يوم، يقول: دخلت الكوفة ذات يوم وأنا أسير في الطريق بالليل، وإذا بشاب يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجي ربه، يناجي مولاه سبحانه وتعالى، ويقول: يا ربي والله ما أردت بمعصيتك مخالفتك، فأغثني وخذ بيدي إليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك. وهو يبكي ويتضرع، فجاء منصور ثم وقف بجوار بيته، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا الله. ثم مضى منصور، فلما جاء في الصباح نظر وإذا بأناس قد اجتمعوا أمام هذا البيت، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: إن في البيت رجلا قد فارق الحياة، ورأى امرأة عجوز تبكي بكاء شديدا، فذهب إليها منصور وقال: ما شأن ميتكم؟ فقالت هذه العجوز: والله لقد كان ولدي يقوم الليل ثم يناجي ربه سبحانه وتعالى، فمر علينا البارحة رجل قرأ آية من آيات الله تبارك وتعالى، فلا زال ولدي يبكي ولا زال ولدي يكررها حتى فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لساعة موتك إذا بكوا أن تكون أنت ضاحكا مسرورا.